السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى تعالي شوفوا الشلة الجديدة اللي احنا اشتريناها. الله يبارك له، الله يبارك له محمد ابني يا رب، ويبارك لكم في عيالكم قبل ما يسافر بيوم بالسلامة. يسافرش من الدنيا ابدا يا رب، وخليه وفرحه وبارك فيه ويخليه. راح والله ما اعرف. كنت بقى انا كنت موريكم اللي انا بعمل اولع فيه. كانت حاجه كده، ارضيه الشاليه التانية اللي دابت. المهم لقيته، اتفاجأت لقيته راح اشترى لي دي. والله ما اعرف اشتراها ايه، جاب دي واشتراها. ويلا حبايب قلبي بقى عشان ايه؟ نعمل اولع فيه واحط فيها ايه. شايفين؟ ولعت شويه نار. ويلا عشان نحط عليها الشاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى تعالي شوفوا الشلة الجديدة اللي احنا اشتريناها. الله يبارك له، الله يبارك له محمد ابني يا رب، ويبارك لكم في عيالكم قبل ما يسافر بيوم بالسلامة. يسافرش من الدنيا ابدا يا رب، وخليه وفرحه وبارك فيه ويخليه. راح والله ما اعرف. كنت بقى انا كنت موريكم اللي انا بعمل اولع فيه. كانت حاجه كده، ارضيه الشاليه التانية اللي دابت. المهم لقيته، اتفاجأت لقيته راح اشترى لي دي. والله ما اعرف اشتراها ايه، جاب دي واشتراها. ويلا حبايب قلبي بقى عشان ايه؟ نعمل اولع فيه واحط فيها ايه. شايفين؟ ولعت شويه نار. ويلا عشان نحط عليها الشاي اهو. طبعا انا ايه، غيرت البراد ده. البراد ده والله ما تعرفوا، البراد ده كانت واحده بتبيعه للراجل، بس بعد عنكم لو شفت شكله وحياة النبي، لو كنت صورته لكم وانتوا من ساعه ما كنت شارياه من الوليه اللي كانت بتبيعه، والله ما كان حد دخل عند القناه نهائي. كان كله رمياه على مطبقيه وكله زياده في بعضه، وما كانش له شكل نهائي. لقيتها بتقول للراجل، والمنيته ما شاء الله جميله خالص وحلوه خالص، والمنيته حلوه وجامد من النوع القديم. ماشي. فايه بتقول كان وحش كله زياده وما تشوفوش براد ولا تعرفوا هو ايه. فبتقول له خد الراجل بيقول لها دي قتل ده براد، بس ايه وسخ ملوش لازمه عندنا. قلت لها دي الراجل من الراجل فصل لها ب 9 جنيه. الله وكيل ما بكذب. قال لها دي باقي حاجات له دي قال لها دي بتقول له دي بايه. قال لها يا حاجه دي ب 9 جنيه. قلت ده ب 9 جنيه اللي مسكته. قلت له كده يا حاجي. مسكته لقيت المنيته ما شاء الله تخين. احنا شغالين فيه بقالنا سنه والله، الكلام ده من عام اول. وما شاء الله هو تعملي فيه كل حاجه، وقلبه زي ظهره كده. مسكت لكم بقى قلت لها دي بايه. يا راجل قال دي ب 9 جنيه، ومسك على 9 جنيه. قلت لها هاتي يا حاجه وريني اياها كده بردي. ورحت مديها 10 جنيه. ما شاء الله والله العظيم شغاله فيها هو. بيوفر عليا. انا عندي ادي براد اهو، مش هقول لكم ان انا ما عنديش. ادي براد اهو بنعمل فيه، بياخد له 4 كوبايات ولا حاجه. حلو كده على قدنا انا والحاج، وما يكون محمد هنا كمان ولا حاجه. وادي واحد اهو. والكبير اللي انا ايه عامله فيه النبله اللي فتحت لكم، وكان مصوراها في الفيديو دي. بس النار بقى هتبهدل لي البراد ده. فقلت ايه، افتكرت دلوقتي رحت جايباه لما ابني اشترى لي الشاريه دي. ورحت بقى مولعه راكيه نار حلوه كده، واستنيت لما هديت ودخلتها جوه. قلت بقى عشان ايه وانتوا طيبين كده، احنا الصباحين نصوم. الحاج سرح لغايه النهارده، ولقى هناك حبه حمص فضلت عدالكم بسم الله ما شاء الله، شايفين عاملين ازاي. وجابهم. قلت بقى اقعد كده وانا ولعه جنب الشاليه، ومعايا جنب براد الشاي عشان ايه. أبقى انا والله وكل لسه ما اتغديتش لحد دلوقتي. وعملت افطار انا الراجل وفطرنا، والفطار لسه على الصينيه اهو. لما اللي يجوع بياكل. ماشي. وما بشيلش الاكل. اما دام انا والحاج ما بشيلوش، بحطه بغطى عليه. اللي جنبي منه الخضره هي، وجنبي من الاكل والفاكهه والشاي. اللي حابب ياكل فاكهه يوري الاكل ياكل فطار غدي. اللي عاوز يشرب الشاي برضه بعمل الشاي برضه الشاي ده واسيبه وجاهز. وقلت استنى انضف الحبه الحماض ده هم. شوف هنعمل ايه بقى، نحشيهم نعينهم، نعمل لهم منهم طبقين حميض. زي ما انتوا عارفين ان انا بقعد كده وايه الحاجه جنبي مني وايه. وناكل اكل ليا لقمه عشان انتوا طيبين كده الصبح نصوم. ويلا يا حبايب قلبي شايفين الشاليه بسم الله ما شاء الله. الشاليه والحميد السله وايه بالشاليه والحميد على ما الشاي يطلع يكون انا كلت اللقمه. ومع سهره كده انا بسهر كده، انا بسهر وانا قاعده سهران. والحاج مش عاوز ياكل طبيخ، حطيت له الاكل هو اللي ياكل. اللي عاوز ياكله ياكله. والخضره جنبنا، ودي الخضره دي جايه من على السطح. جرجير وبصل. وفضلت عليك عود قلوين. ومعانا الخضراين وكل حاجه والخير موجود. ويلا يا حبايب قلبي خلينا نشوف هنعمل ايه. ماشي يا حبايبي. فرحت جايه بقى ماسكالكوا البراد دي بالميه السخنه والله، والسلكه والصابونه السمراء، خليته فضه جوه وبره. وهي دي اللي بيعادي جنب مني يعني جارتي. ماشي.
فرحت جايباه بقى بعد ما غسلت البراد وظبطته وخليته حلو كده، احلى من كده الوقت يعني. انا بعمل ليه، كنت عامله فيه شاي وقلب من جوه، زي لازم أنا بحب الحاجه الالومنيا دي بالذات، لازم اخليها انا صحيح كبيره اهو، وليه كبيره في السن اهو، بس بحب الحاجه بتاعتي كلها تلمع في بعضها كده، لان الالومنيا دي لما بتطوس وبتهملي فيها وتسيبيه بتطلع صدى. لكن لازم الحاجه جوه من جوه، كل بحب الالومنيا كلها تلمع في بعضها كده. انا قاعده اهو شايفه خيالي في البراد، مسكت البراد وغسلته ووضبته حلو ومشغلين فيه، ورحت ماسكه البراد واخداه مودياه لصاحبته اللي بيعاه، وقلت لها اتفضلي يا حاج دي ايه؟ قالت يا خرش عليك يا بنت يا ام ولا انت عملت فيها ايه؟ قلت لها مسكته. ده انت هي عامله، قالت انا كنا رامينه على المطبقيه وماليش يعني لازمه، والله لو دي نضيف كده ومحطوط على المطبقيه والله هتستعمله، بس هي الايد بتاعته صح اللي ضعيفه شويه، بس مش مشكله، بعملها كده شويه بتنها كده، شوف زي ما توكل زي ما توجهوا الايد توجهوها حلو. انا اعملها كده، انا اعملها كده اعملها كده اهي، زي ما تعمليها تعمليها اهو. عيب وايدي 10 جنيه من السنه اللي فاتت، وكنت فانا بحافظ. فايه برضه الحاجه اللي بلاقيها لقطه كده برضه من كام سنه، هقول لكم سلفتي مش واحده غريب، سلفتي راحت بتبيع اللحوقي، لحوقي كبير، بقول لها بتبيعي اللحوقي دي ليه؟ اما اتقالك كبير علينا، ده عامل زي صينيه القلل وكنا بنحطه في القلل ونملى ازاز ونحطه فيه. قلت لا اما بيعه واجيب مكانه حاجات ايام القلم. قسما وبالله 9 جنيه، لا والله مش ب9 جنيه، والله والله الراجل. واشتريت انا الحقوقي، وبرضه سلفتي اللي اكبر باعت صينيه قلل ما تقدريش تشتريها من الارض. صينيه القلل دي كانت ايام ايه، ب20 جنيه والله في البدرون وعلى بتاعتي، وعندي صينيتي واشتريت دي. انا من النوع اللي بحب لو اي حاجه، مع ان انا عندي المونيا اكتر من 15 حل، قسما وبالله ألمونيا من ايام ما كنت لسه في العيله، من زمان من 30 سنه. وعندي بحب عندي البدرون دي ما شاء الله، عندي ألمونيا كتير، بس بحب بقى الحاجه الواحده لما تبقى اقول لك تبيعها لي ام فلان، تقول لي مالهاش لازمه. قال طب ما انت هتبيعي الفلوس هتصرفها وانت قاعده، الحاجه دي ما تسيبيه تنفعك في اي حاجه. جيتي تعملي عندك انفار تعملي حاجه، المهم خلاص طالما حابه تبيع تبيع، اللي بيبيع حاجه بابا بالصدفه وانا قاعده، تعالي يا ام لا معاني واحنا بنبيع، تعالي كذا هي بتبيعها، الاقي الراجل زي ما الراجل ياخدها الله وكل اكون مزوداها عنها واخداها. كان ايامها كمثلا اللي 9 دي كان ب9 جنيه، خدته واديته الوليه 10 جنيه. تعالي شوف الوقت من عماناول شغاله فين. اللي قبلها برضو اللحوقي كان مش عارفه 15 جنيه، شوفوا بتشوفوا 15 جنيه النهارده. انا يمكن هعوزني لكم على الميزان بتاعي، انا عندي الميزان حساس، لو حط الوقت على الميزان. خدت اللحوقي وشغالين فيه بنشتغل في، بعمل عندي انفار، عندي شغاله في مثلا في شقه ابني بشتغل بعمل فيه لحوق معمر، ما عنديش برضه بعمل فيه المعمر بكفينا باليومين ولا اكتر. ابن عيل مثلا ابني مسافر ولا حاجه وهعمل هياخد منه كده، اعمل فيه اي حاجه. لحوقي بسم الله ما شاء الله ما رحش اشتريه النهارده، والله النهارده ولا 300 جنيه، كان ب15 جنيه. صينيه الاولى اللي كنت جايباها ب20 جنيه، شوف من كام سنه، ما هو برضه من كام سنه، يمكن من 3 4 سنين تخينه زي ما هي وما بتكلش. انا منة ايام زمان ديا ما فيش زيها ولا بعديها. فانا من النوع اللي انا ما بحبش عمري في حياه عيني ما ببيع اي حاجه الا ان كانت الحاجه استوت خالص، مثلا حل اي حاجه استوت وما سيبهاش الا لما تكون اما اتخرقت. لو اتخرقت وباظت ما عشان تصلح لحاجه، اروح لماهم وبيعاهم وجايبه مكانهم حاجه. لكنني ابيع مثلا حاجه مثلا اي حاجه قدام مني مثلا صينيه، لا مش لهاش لازمه عندي، مفيش حاجه ملهاش لازمه، مفيش حاجه ملهاش لازمه. بس اللي بيبيع اي حاجه قدام مني الومنيوم من الومنيا ايام زمان دي، التخانه الحلوه ومش الومنيا، مش اي الومنيا، في الومنيا بتبقى بتنقر كده، بتلاقيها منقره دي تتخرق على طول وتبوظ. تبص في انا ببص في الالومنيا واعرفها، اصل هي اللي صاحبتها بيعاها رخيصه، وطالما انا حتى هي انا عندي مني، بس انا استخسرت ان الراجل خدها هيروح مدخلها النار ومطبقها وعاملها، لكن انا هستنفع بيه. ماشي يا حبايبي. شايفين؟ يلا بقى خلينا نصب الشاي. بسم الله ما شاء الله. يلا يا حلوين، تيجي تشربوا كاسة الشاي دي. بسم الله ما شاء الله.
ياه، والواحد صايم كده ومولعين ركية نار وكوباية الشاي وطبق البطاطس اهو. فضلت على كده كنت بذبح وقلت امسله شوية بطاطس قبل الذبيح. سلقت البطاطس عشان ايه؟ عارفين الايام دي بقى البرد ايه مخلص على الناس، فالاحسن بطاطس مسلوقة وشاي وعيش مقرمش، حتة جبنة بيضة، حتة جبنة حادقة لو واحد نفسه فتوا عليه. يلا يا حلوين، اتفضل يا حاج. دي الحاج بقى اللي مش ده كوبايته، مرضاش يشرب في الكبيرة دي. ماشي، شايفين بقى؟ مش العيش عشان نعرف نكمل اكلنا. يلا يا حبايبي تعالوا بقى اشرب كوبايه الشاي دي. يا خراشي، اللي يقول لي عاوز كوبايه الشاي دي يا ام ولاء هعملها واروح اوديها له لحد هناك، كأن معمول على الموقد اهو. يلا يا حبايبي احنا بقى ايه قاعدين كده في قعده سهره كده، شايفين العيش ما شاء الله اه، شايفين عسل. وبقى ايه فضلت لكم كده، عملت عجه وبطاطس مسلوقه، جبنه حادقه، جبنه بيضه، مع كوبايه الشاي كده البراد دي، نشرب بقى براحتنا. ويلا يا حبايبي بقى الف هنا وشفا يا رب. شايفين العيش بقى المحرمش اهو ما شاء الله اه.